إذن حرف الضاد حرف كما أسلفت يعني تنفرد به العربية، عسر على من لم يعتد عليه. نحن في العاميات غالبا نغيره إلى حرف أسهل علينا من الضاد الفصيحة، لكن كلنا عربنا وعجمنا شرقنا وغربنا لما نقرأ القرآن علينا أن نترك ما اعتدناه من تحويرات للضاد الفصيحة إلى العاميات، نترك ذلك كله التحريفات العامية ونعود إلى ما تلقي ولقننا إياه أشياخنا من الضاد الفصيحة. هناك حديث منتشر في بعض الكتب وعلى الألسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح من نطق بالضاد. بعضهم يقف هنا وبعضهم يزيد: بيد أني من قريش. بيد أني من قريش يعني غير أني من قريش. هذا الحديث قال أئمتنا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه صحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعنا أحد يقول قال رسول الله أنا أفصح من نطق بالضاد، نقول له: يا أخي لو سمحت، هذا الحديث لا أصل له. قال علماؤنا لا أصل له. لا أصل له يعني لم يوجد في كتب الحديث، لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا الموطأ ولا ما له. هذا معنى لا أصل له. لكن معناه صحيح ولا ما هو صحيح؟ معناه صحيح. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو أفصح الفصحاء لا شك ولا ريب، لكن كحديث شريف ما ثبت هذا الأمر. في القديم كان أغلب خلط الناس والعرب بالذات وأهل البوادي بالذات أغلب خلطهم للضاد مع حرف الضاء، وهذا ما نراه الآن في العاميات. يعني في أخواننا من الذين أصولهم من البادية نجد بأنهم ينطقون الضاد ضاء، حتى يقول أحدهم حرف الضاد. قال لي أحدهم مرة: من أين يخرج حرف الضاد؟ قلت له: يا أخي ليس في اللغة حرف اسمه حرف الضاد، في الضاد وفي الضاء، فأيهما تقصد؟ فقال لي: أخت الصاد. نعم، أخت الصاد يعني التي مثل الصاد، يعني ليست مثل الطاء، يعني طرائف هكذا تجري أحيانا. فإذا هذا الخلط جعل علماءنا جزاهم الله عنا خيرا. دائما العلماء غيورين على كلام الله عز وجل. ماذا يفعلون؟ الناس تخلط بين الضاد والضاء، وهذا الخلط خطير. لماذا خطير؟ لأنه يغير المعنى. يعني لما تنطق كلمة بالضاد فتنطقها ضاء تغير معناها يا أخي. فإذا من هذا الباب كان عناية أئمتنا للتفريق بين الضاد والضاء. الذي جعل بعض العرب وبعض القبائل وبعض أهل البادية يبدلون الضاد ضاء في نطقهم هو استسهالهم لذلك، لأن كل صفات الضاد، الاستعلاء والإطباق والتفخيم والرخاوة، كل هذه الصفات موجودة، والجهر، كل هذه الصفات الضاد في الضاد موجودة في الضاء. كل صفات الضاد موجودة في الضاء، لكن الفرق بينهم في المخرج. فالضاد كما أسلفت منذ قليل من حافة اللسان اليمنى واليسرى: ضاء 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 ضو ضي أض، هكذا الضاد. أما الضاء فهي من طرف اللسان، من منتهى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع أطراف الأسنان العليا: أض أض ضا ضو ضي، الظالمين، الظلام مثلا. فإذا الضاء من مخرج والضاد من مخرج، صفاتهما واحدة. زادت الضاد على الضاء بصفة الاستطالة التي تكلمنا عنها في بحث صفات الحروف عند قول إمامنا ابن الجزري رحمه الله: ضادا استطل. وسأريكم الصورة مرة أخرى حتى يكون هناك يعني تصور لمخرج الضاد ومخرج الضاء، لأنه كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. من هذا الباب أيها الإخوة، ومن غيرة علمائنا على حروف القرآن وكلماته ومعانيه من أن تتحرف، منذ القديم كان كثير من العلماء يؤلفون مؤلفات رسائل نثرية وأحيانا شعرية في الكلمات الضائية في القرآن الكريم. لماذا الضائية وليس الضادية مثلا؟ لأن الكلمات التي بالضاء في القرآن هي أقل من التي بالضاد، لذلك ينظمون التي بالضاء
ويقولون ما عداها هو بالضاد. فقد ألفت في الكلمات القرآنية التي هي بالضاء رسائل صغيرة لعدد كبير من علمائنا في الماضي. فلما جاءت 100 وكان آخرها طبعا آخر 100 وكان إمامنا ابن الجزري رحمه الله ينظم المنظومة التي نحن بصدد شرحها، منظومة المقدمة، جمع رحمه الله الكلمات الضائية في القرآن الكريم كله ونظمها في عدد قليل من الأبيات. سأقرأه عليكم ونشرع بشرحها بعد هذا الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم.